مرت عصور وأزمنة على عبادة الأوثان، ومرت قرون وحضارات على عبادة الفرد، لكن تلك العبادة عادت مع عودة الأنظمة الدكتاتورية قبل نصف قرن، حين امتلأت الشوارع بصور الحاكم المقدس. ليست هذه صور مرشح للرئاسة أو لعضوية مجلس الشعب، وليست هذه جزءا من حملة انتخابية تخالف هذه النبرة التخوينية الجازمة ما جاء في الشرائع والأديان السماوية. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهل يقبل الرأي الواحد المنزه عن الخطأ في نظام عبادة الفرد بهذه الوسطية وقبول الآخر التي أقرتها جميع الأديان السماوية، حيث جاء في الإنجيل المقدس: إذا أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. وحيث يؤكد القرآن الكريم: لو شئنا لجعلناكم أمة واحدة. كما أن الكثير من آيات القرآن الكريم تركت مجالا رحبا لتعدد الآراء والاجتهادات. تساؤلات تطرح نفسها اليوم بقوة أمام خطاب إلغائي. ثمة من يرى أنه يعمق الأزمة، لكن آخرين يرون أن هذا الخطاب يكرس آلية تفكير لدى نظام سياسي التي آمنت بالتوحيد والتعدد، وبحق البشر في أن يختاروا طريقا وسطا يوصلهم إلى الحرية ويعيد لهم ما فقدوه من كرامة على مدى سنوات طويلة من طغيان ثقافة الولاء والخوف وتكريس أوثان السياسة والحكم.